في كل بلد في ألعاب يدوية شعبية بتتميز بيها. قبل ما تظهر الأجهزة والتكنولوجيا كانوا بيسلوا بيها وقتهم ويرفعوا عن نفسهم بيها. فالألعاب دي في منها اللي لسه الأطفال والكبار بيحبوها لغاية دلوقتي، عشان فكرتها مميزة أو مرتبطة بحاجة بيحبوها زمان. عشان كده هنتكلم النهاردة عن أهم 5 ألعاب شعبية في ألمانيا بالألماني. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. أول لعبة معانا اسمها شلاج دين لوكاس، يعني اضرب لوكاس أو اغلب لوكاس، شبه لعبة الجرار اللي كانت في المولد في مصر زمان. اللعبة دي من ألعاب اختبار القوة البدنية، ليها مكنة بتتلعب عليها بتتكون من شاكوش أو مطرقة معدن أو خشب تقيلة وقاعدة متينة بتضرب عليها بالمطرقة، ومتركب عمود مربوط فيه مؤشر بيتحرك لفوق حسب قوة الضربة. في جرس متركب في آخر العمود ده فوق، لو ضربت على القاعدة بالمطرقة جامد والمؤشر وصل لفوق وصل للجرس والجرس رن تبقى كسبت. اللعبة دي ظهرت أول مرة في القرن ال19 في الأسواق والمناسبات والاحتفالات هناك. كان أي حد حابب يجربها بيلعبها، الكبير والصغير. لغاية النهاردة بيلعبوها في الأعياد والمهرجانات زي أكتوبر فيست أو عيد أكتوبر اللي بيتعمل كل سنة في ألمانيا في شهر أكتوبر. تاني لعبة معانا اسمها منش اعجر ديش نيشت، معناها يا إنسان لا تغضب، وهنعرف ليه سموها كده دلوقتي. اللعبة شبه لعبة السلم والتعبان عندنا، مرسومة على لوحة، وممكن يلعبها من 2 ل4 أشخاص مع بعض أو ممكن توصل ل6، وكل لاعب معاه 4 قطع بنفس اللون وبيحاول يوصلهم للنهاية من غير ما يطرد. وفي حجر نرد أو زهر ترميه عليه أرقام من 1 ل6. كل مرة يجي دورك بترمي النرد أو بترمي الزهر وبتمشي بعدد الخطوات اللي طلع. يعني مثلا لو طلع 4 بتحرك قطعتك 4 خطوات قدام، وكل واحد بيبدأ والقطع بتاعته في المكان اللي مكتوب عليه هاوس يعني بيت. لو الزهر طلع رقم 6 بتطلع قطعة جديدة من البيت وتمشي بيها أول خانة، وكمان تاخد دور زيادة. اللي يوصل ال4 قطع بتوعه في منطقة الهدف الأول يبقى هو الكسبان. بس اللي بيعصب في اللعبة وعشان كده سموها يا إنسان لا تغضب منش اعجر ديش نيشت، إن لو واحد وقف في نفس الخانة اللي انت واقف فيها يطردك، ترجع من الأول خالص. فممكن تكون مشيت كتير وحد يرجعك للبداية بضربة واحدة، أو تفضل مستني الزهر تطلع 6 ومش بتجيلك وتفضل واقف. يعني اللعبة محتاجة صبر. اللي اخترع اللعبة اسمه يوسف فريدريش شميت سنة 1907، وكان مستوحيها من لعبة هندية قبلها قديمة اسمها باشيزي، واتنشرت اللعبة رسميا سنة 1914 يعني وقت الحرب العالمية الأولى. اللعبة نجحت وانتشرت بسرعة عشان بسيطة ورخيصة ومسلية، فكانت بتتوزع على الجنود في الجبهة أيام الحرب كهدايا يعني مجانا ليهم كترفيه ليهم. وبسبب اللعبة دي الألمان بقوا بيقولوا بالألماني نيمت داس ليبن في اين شبيل منشن اعجر ديش نيشت، يعني هو بيتعامل مع الحياة كأنها لعبة يا إنسان لا تغضب. ودي بيقولوها معناها ان الشخص ده عنده روح رياضية وبشوش، بياخد الحياة ببساطة ما بيزعلش. اللعبة التالتة معانا اسمها هوف ايزن فافن، يعني رمي حدوة الحصان. في اللعبة دي كانوا بيحطوا وتد او خشب على الارض، واللاعب يرمي حدوة الحصان من مسافة من 5 ل10 متر. لو الحدوة دخلت الوتد يكسب 3 نقط، لو لمست الوتد يكسب 2 نقطتين، لو قربت من الوتد قوي مسافة محددة يكسب 1 نقطة. وفي الاخر يجمعوا النقط اللي كسبوها في الجولات، وصاحب اعلى سكور نقط يبقى هو الفايز. اللعبة دي ظهرت اول مرة في القرون الوسطى لما كانت الحدوات الحقيقية بتتغير من الخيول والحصنة وموجود منها كتير، فكان الفلاحين او الجنود بيرموها للتسلية. ولغاية دلوقتي بقت تراث شعبي بيلعبوها في احتفال اكتوبر فيست برضو اللي بيتعمل كل سنة هناك في ألمانيا. زمان كان الألمان بيعتقدوا ان حدوة الحصان
رمز للحظ السعيد. جلوكس برينجا أو جالب للحظ، لكذا سبب. أول سبب كانوا بيفتكروا إن الحديد بيطرد الشياطين والأرواح الشريرة في المكان اللي هو موجود فيه. والحدوة على شكل نص دايرة، يعني شبه هلال القمر، فكانوا بيعتقدوا إنها بتحمي من الطاقة السلبية والسحر والحسد واللعنة، فبيعلقوا حدوة الحصان على باب البيت وبيوزعوها هدايا لبعض في رأس السنة. عشان كده كان عندهم مثل ألماني بيقول هوف ايزن برينجن جلوك aber nur wenn du richtig werfst. يعني حدوة الحصان بتجلب الحظ بس لو رميتها صح. يعني بيتقال المثل ده يعني الحظ لوحده مش كفاية، لازم كمان تبذل مجهود معاه. وبرضه بيقولوا mit einem Hufeisen voller Glück geboren، يعني مولود ومعاه حدوة حصان أو حدوة حظ، يعني زي ما نقول محظوظ من يومه. رابع لعبة معانا اسمها ايع لوفن، سباق البيض على المعلقة. في اللعبة دي كانوا بيحطوا لكل لاعب بيضة مسلوقة أو بيضة بلاستيك، وساعات كانوا بيحطوا بيضة نية عشان يزودوا التحدي، ويحطوها على معلقة واللاعب يمسك المعلقة ويمشي بيها مسافة محددة من غير ما يثبت البيضة بالإيد التانية، وأول واحد يوصل لخط النهاية من غير ما يوقع البيضة يبقى هو اللي كسب. اللعبة دي من أشهر الألعاب اللي بيحبوها الأطفال في ألمانيا، بيلعبوها في عيد الربيع، عيد شم النسيم في المدارس، بتعلمهم الصبر والتوازن. عشان كده بيقولوا بالألماني lauf nicht wie beim Eierlaufen، يعني ما تمشيش كأنك في سباق البيض، لما حد يمشي ببطء وبحذر، زي عندنا لما بنقول ده ماشي على قشر بيض. خامس لعبة والأخيرة اسمها ميل شنايدن، يعني تقطيع الدقيق. مكونات اللعبة دقيق اسمه داس ميل، وطبق داس جيريشت، وسكينة داس مسا، وحلويات دي زوسيكايتن. في اللعبة دي بيجيبوا طبق كبير ويملوه دقيق ويكوموه على شكل هرم، ويحطوا فوقيه شوكولاتة أو أي حلويات، وسكينة. كل واحد في دوره بيقطع الدقيق واحدة واحدة بالسكينة ويزيحه لحد ما يفضلش غير الجزء اللي عليه الحلاوة. واللاعب اللي يخلي قطعة الشوكولاتة تقع لازم يطلعها من غير ما يمسكها بإيده، يطلع الشوكولاتة من الدقيق ببقه. فاللعبة دي بيلعبوها الأطفال في المدارس وفي التجمعات العائلية عشان بسيطة ودمها خفيف. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.